تابعوا الفيديو باهتمام بتركيز بكوباية شاي بلبن. ثواني، بكوباية شاي بلبن. في الرد على اي حد يحصل دروسه، وكانت النتيجه انه ما كملش تعليم. عيد ما صدق ان وخرجوا ان ما اتحصلت على فشل ابنها وعاش معاه، وبقى الصحي ساء ونفسيتها بقت اسوء لحد ما وصلت للنهايه، وكانوا بياخدوا عزاها زي الناس وسابهم في حيره كل همه انه يلاقي اكل بعد ما يخلص شغل. خيريه حكايته مع فاطمه لكنه انه راجل مثالي وكانها شغاله عنده. وعيد هو كمان ما كانش فارق معاه تصرفات ابنه مع مراته، وكان المهم عنده راحتهم. هما اللي خافت انه ما صدقهاش زي ما حصل ان ابو النجا مفيش زيه في الدنيا. وكمل كلامه وقال ان العريس هيعمل فرح ولكن بطريقه اسوء لان ابو وهو قالب الدنيا عليه. وفي الوقت ده يوم خيريه باعت شبكه اتكلموا عن سالم بطريقه مهينه وبقوا ضحوكه للصغير قبل الكبير. وابو النجا عمل يعني نرضي البني ادمين، عايزين اكتر. احنا مش فاضيين، حتى لو فاضيين انا عايزه ابقى قاعد ما بعملش حاجه، او عايزه ابقى قاعد امال انت فاكر ايه السهوله دي؟ تقعد ترضي الناس كل سنه. انا من الشخصيات، واعوذ بالله من كلمه انا مش من الشخصيات، فانا كان لازم احمي حدودي واحمي التغيير اللي حصل لي ده باي طريقه. انت بيتنصب عليك وتبدل صحتك بمرض، وكل ده باختيارك وبإرادتك، بل وانت موهوم انك بتحس احسن مع بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم على الكوروناري ارت ديزيز اللي هو اسمه قصور الشرايين التاجية. هنتكلم دلوقتي على الاكيوت كوروناري سيندروم. اول حاجه يعني ايه اكيوت كوروناري سيندروم؟ ان الرجلين كانت خارجه بره. احيانا نتركهم لاننا اخيرا حبينا نفسنا. انك تترك شخص مو شرط يعني ما يكون بحياتك، ممكن يكون موجود لكن بمكانه الصحيح. افتح يا باشا. اوه طيب يا باشا، اول ما تفتح واليمنى ريمان. هنتخطف. ايوه احنا تايهين اهو، مش عارفين نمشي ازاي. وصلنا مستشفى النريمان، ايه رايكم؟ من جوه شكلها مريح نفسيا جدا. حاسه انها تنفع فينيو، ممكن اعمل فرح هنا. وفي سوبر ماركت اهو. السوبر ماركت ده كنت رايحين منه. اوف ايه الجمال ده، يا بخت العيانين. Nariman. This is so aesthetic. Day 1. مش عارفة، تقريبا أكيد مراكز جديدة بقى مثلا.
احنا تايهين. تمام، ربنا يرحمهم. مصدر الأذى من الحياة كتير قوي بيجي من البني آدمين. جماعة، احنا النهاردة في اكتر مكان مش بنروحه خالص، وما رحناش الفيديو اللي فات خالص. احنا فين بقى؟ وحش برضه، حبة حياتي كده. يلا تعالوا نعمل expectation. 10 من 10 عشان شاد. لا انا بحبه جدا بصراحه، يعني 10 من 10. دي my first time وانا حاسه ان انا هديله 100 من 10. عجبك؟ 10 من 10. انا احساسي هيبقى 10 من 10. كامله ان انت تغلصي بس ليه مفيش كاتشب؟ انا بحب الفرايز بالكاتشب. هي دي. انا اول مره اشوف سمبوسه عاملينها زي الفراخ بانيه. انا حاسه اكتر حاجه مضايقاها حته اللي هو ايه، خالد اللي هو عينه زرقاء ده، يوسف اسمه ايه اللي هو عمرو يوسف؟ بيعمل عمرو اللي هو يوسف. اهبل ده. اللهبل ده اللي هو اسمه ايه يا ربي؟ مين اللهبل؟ اللهبة مش انا. جماعة، اول مرة اجي الموقف، بجد مش عارفة اركب. انتوا عارفين ان انا مكنتش هدخل طب بصراحة يا جماعة. اوقات بحس ان شخصيتي مش طب خالص، بحسني كده. عارفين جو البنت اللي هو في فنون جميلة وقاعدة مع اصحابها كده على القهوة قاعدين يغنوا، اللي هو بقى واحنا ماشيين نقابل عزيز مرقة بالصدفة بيقعد يغني معانا صور فيديوهات. حاسة حاسة ده جوي، حاسة ان انا هناك. اللي جابني هنا عشان انا سقطت في امتحان القدرات بتاع فنون جميلة، جالي راسب بالاحمر. انا بجد بكره اللون الاحمر في الحتة دي، بحب اللون الاخضر، بحب اللي هو accepted، فاهمين؟ لكن راسب واحمر. المهم سقطت الحمد لله، جيت لكم هنا. عارفين برضو كنت عايزة ادخل كلية ايه؟ كان نفسي اوي ادخل كلية حاسبات، كان نفسي اوي الصراحة. بصوا انا عارفة ان الأوضة مكركبة، انا شايفة، بس انا بجد مش قادرة اعمل حاجة. بنطلع الشتوي بننزل الصيفي وكده، فالدنيا يعني ايه، حاولوا ما تشوفوش بقى. بصوا يا جماعة، بجد حاسة ان انا مين، انا فين؟ بجد حاسة ان انا مش عارفة انا مين. يعني مش عارفة ليه بحن الايام دي، مع ان خلاص انا كده مكنتش هدخل مثلا فنون جميلة او كذا. بحن ليه الهبل ده. ساعات كده تحسوا اللي هو ايه، يعني انتوا عايشين مش في الشخصية بتاعتكم، فاهمين قصدي؟ بس والله حاسة طب خلاص يعني، اصلا ماشي يعني طب لايقة عليا، صح ولا لا؟ حاسة ان انا دكتورة، حاسة ان انا جراحة. احنا مين واحنا فين وبنعمل ايه؟ ده سؤال مهم جدا نحب نسأله. تاني حاجة، في نشاط وفي حيوية،
في فيديو هينزل بكرة ان شاء الله. تالت حاجة نضفت المساحة، متقلقوش نضفت المساحة كتير، وذاكرت اللي احنا مذاكرناهوش الفيديو اللي فات، بس مش كله الصراحة، بس ذاكرت بجد. شكرا لأي حد كتب لي المرة اللي فاتت، علشان معرفش الكلام ده بيأثر كده، بيأثر فيا. وعملت كل حاجة وكتبت وعملت كل الأشياء. احنا بقى هنستغل طاقة المذاكرة دي دلوقتي، بناخد نفسية وعصبية. حاسة لذيذ، حاسة جميل بجد، مع ان بنشوف حاجات يعني حاجات مؤثرة بجد. يعني ازاي في ناس كده يعني. او انا هفضل اشرب ويطلع لي بسكوت لحد امتى؟ بصوا يا جماعة، بسكوت ماري، بسكوت طفولتي، معرفش ليه جبته، مع انه بصراحة اصلا مفيش ولا بسكوتة سليمة، بس حتى دي مشروخة. عندي طاقة مذاكرة، عندي طاقة حياة، عندي طاقة آه، جماعة بخس، يا ريت لو تشجعوني. اي نعم، رحنا الوحش برجر واكلنا برجر، بس ده كان يوم انا بجد ما فطرتش ولا اتعشيت اليوم ده. يا ريت سقفة. تمام. رحت الجيم 5 ايام ورا بعض، بجد رحت الجيم 5 ايام ورا بعض، بقولكوا عندي طاقة. بس ما رحتش النهارده ولا اول امبارح. ليه بقى؟ عشان خلاص يعني الطاقة دي بتبقى ايه شوية كده وراحت لحالها. يا جماعة انا خايفة يكون فاتني حاجة ما قلتهاش. هو انا كده قلت كل حاجة؟ احنا جبنا غسالة جديدة، دي حاجة ما قلتهاش، مبروك علينا. هو في ليه كل حاجة بتبوظ فجأة؟ بجد بجد كل حاجة فجأة بتبوظ كده، مفهموش ايه اللي بيحصل. بصوا الحركة دي، عشان انا كنت مطفية النور. تفتكروا انا ما كنتش في طب كنتوا تدوني كلية ايه؟ بجد يوم نتيجتي ده كان صعب اوي. انتوا عارفين نتيجتي طلعت على البحر، يعني يوم صعب بجد. قعدت اعيط، والناس كلها كانت بتعيط، عشان انا حرفيا كنت جايبة 90.9. معرفش بابا حاسس ان انا جايبة 50، مع ان مالها 50 يعني، مش فاهمة. بس كان يوم بجد يعني، طلعت على البحر وكده، حاسة ذكريات حلوة اوي. و انتوا عارفين ان انا كان نفسي اطلع من الاوائل. انتوا عارفين ان انا كنت متأكدة ان انا هطلع من الاوائل، عشان حلي في الامتحانات كان مأهلني. خلي بالكم انا ناقصة 17 درجة في العربي، مش عارفة ليه، بس عشان امتحانات ثانوية عامة قربت، فممكن عشان كده الذكريات بقى ايه. انا بجد ناقصة 17 درجة في العربي، مش عشان انا فاشلة، انا بجد شاطرة، بس يعني اللي حصل بقى. يا جماعة روحوا اعملوا قدرات فنون جميلة وعمارة وكل الحاجات دي فور فن، مش عشان حاجة، عشان هتفتكروا الايام دي وتضحكوا يعني، حتى لو سقطتوا. اتمنى لكم التوفيق جميعكم، ثانوية عامة والكلية وكل الكليات، وبتمنى لنفسي انا كمان التوفيق، وبتمنى كلنا نفهم نفسنا. بجد يا جماعة حاسة ان انا ماشية كده في اللي هو، عارفين اضطراب الهوية ده؟ بجد انا مش عارفة انا مين. حاسة ان انا متضايقة، حاسة ان انا عايزة اقص شعري، في نفس الوقت لا عايزة اطوله، عايزة اصبغ لا مش عايزة اصبغ، عايزة ما اعرفش اعمل ايه، وعايزة حاجة وعكسها الحاجة وعكسها. انا مش عارفة انا عايزة اعمل ايه، مش عارفة امسك في حاجة كده واقول انا هبقى دي. فاهمين قصدي؟ حاسة ان انا مليون حاجة. ساعات بحس كده ان انا خاينة لنفسي، خاينة لنفسي الحقيقية. عارفين الموضوع ده مش هنتطرق اليه دلوقتي، بس عارفين لما اللي هو تبقوا عايشين او لابسين حاجة مش بتاعتكم، محطوطين كده في مستطيل، وانتوا اصلا المفروض تحطوا في دايرة، يعني فاهمين دماغي؟ فانا بحس ان انا كده الصراحة. بس انا الحمد لله حاسة ان انا يعني افكاري بتحميني، يعني بحس ايه، على الاقل انا حرة في افكاري، على الاقل افكاري يعني مدياني البراح. لكن الهيئة بحس عادي، يعني مش لازم ابقى نفس الشكل اللي انا يعني متخيلة نفسي بيها وكده. too much فلسفة. it's okay. هو انا هايبر اكتف بقالي اسبوع، ده اللي خلاني امبارح انزل الشتوي، اشيل الشتوي واحط الصيفي وكده. بجد حاجات العسير دي عسل غسل، عشان تقول لكم احنا جبنا غسالة جديدة، والحاجات دي مستنيين الغسالة الجديدة، يعني مستنيين بس التوكيل يجي يشغلها وكده. حمينا بيلا استحمت حماية الصيف علشان فيها براغيث. يا جماعة القطط فيها براغيث عادي. بصوا كتاب النيورو، بصوا المخ، تفتكروا مخي موف؟ تعرفوا ان انا ساعات ببقى حاسه ان انا محتاجه مخ جديد؟ انتوا عارفين المخ ده بجد سبب خراب كل شيء؟ انتوا عارفين كل حاجه بتيجي من المخ، حتى الامراض النفسيه دي.
بصوا بقى يا جماعة، باخد في السايكاتري حاجات كتير جدا. باخد باخد الانكزايتي، باخد سكيزوفرينيا، باخد الزهايمر عادي يعني. لا احنا عايزين حاجات بتاعت الشباب دي، بس بجد بجد في حاجات ابهرتني. بصوا دي المونستر. ليه بقى انا اخترت المونستر دي؟ بجد دي وراها فكرة. ليه؟ لان المونستر مش كلها البق مش بيبقى في نفس عند حرف الام، يعني في حاجات تانية بيبقى البق على جنب بقى، بجد مش فاهمة ليه. فدي مميزة. اول حاجة ان البق عند حرف الام. تاني حاجة بصوا، عملت وردة سودا وعملت وردة بيضة. وردة بيضة دي عملتها معاكم، لكن وردة سودا بقى دي جديدة. بصوا جميلة جدا جدا جدا. بس يلا، مع السلامة، باي باي، الى اللقاء. بس يا جماعة ضوافري باظت من ساعة ما شلت الضوافر. بصوا المنظر. كنت حاطة امير. انا اسفة لضوافري بجد، مش هعمل كده تاني. بس اصلا في اوسكي جاي وبتاع، فهنقص الضوافر بقى، مفيش بقى الدلع ده. انا بجد كنت ناوية اتكلم دقيقتين، كنت ناوية بس اقول لكم ان انا مكنتش هدخل طب عشان هو افاجئكم، بس يعني شكلهم دخلوا في 10 دقايق. يلا كفاية كده بقى، مع السلامة، باي باي. شايف لبن بارد اصلا، يعني معنى كده ان احنا بجد اتكلمنا كتير. ف يلا باي باي.